عقدت المحكمة الجزائية في مدينة الرياض جلسة أمس الخميس للمدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وعددهم 11 متهما بحسب البيان الصادر عن النائب العام السعودي. وقال البيان إن النيابة العامة طالبت بإيقاع الجزاء الشرعي بحق المتهمين، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل، مشيرا إلى أن النيابة العامة تواصل إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين. وأضاف أنه تم إرسال مذكرتين إلى النيابة العامة التركية لطلب الأدلة والقرائن بشأن مقتل خاشقجي، موضحا أنه حتى الآن لم يتلقوا ردا من أنقرة، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يريد منها جوابا على ذلك. وكان النائب العام السعودي سعود المعجب قد زار في نهاية أكتوبر تشرين الأول الماضي تركيا لمتابعة قضية مقتل الصحفي خاشقجي، وزار مقر القنصلية السعودية في اسطنبول حيث تمت عملية القتل. وفي حينها قال مصدر بمكتب المدعي العام التركي لموقع الجزيرة إن الاجتماع مع النائب العام السعودي لم يكن إيجابيا، لأنه لم يقدم إجابات عن الأسئلة المتعلقة بمكان جثة جمال خاشقجي.